مساء الخير على الجميع وأسعد الله صباحكم كل خير. طبعا أكيد لما نتأخر على التسجيل الأسباب لا إرادية، من ضمنها تكالب الأحداث. يجي اليوم الأول تنزل أخبار كمية غير طبيعية، خلاص الدوري الفرق كلها مشاركة. حلو الناس يقولوا شفت خسرت الرهان، أنا مانيش داخل برهان مع أحد. أنا في عقل وفي مخ وفي رؤية وفي كواليس توصل لنا أول بأول، ما نشتيهاش والله. مشغولين بأشياء شخصية كافية إن إحنا ننشغل عن هذا أخبار العيش السخيفة، واللي هي كذب، اللي هي السوشيال ميديا نصها كذب. اللهم شفتم الآن قد في طرف ثاني اللي هو شوقي وقمعان. تخيلوا ما فيش حد من صحفيين شوق أحمد أو قمعان يتجرأ يتناول ويدعم الموقف وطني. احنا مشروع وطني، ليش خايف انه معه خط مع العيسي؟ امل انه يروح سفريه، يروح يعمل، يروح يتعين مع بعثه منتخب واشياء كثيره. الراجل نازل كميه كذب غير طبيعيه، تتكلم عن الدعم وظروف معينه. فضحك رئيس نادي سمعون لك ما جيبش $5000 زي ما فضحك قبلها نادي الطليعه. وابو علي غالب مسكين، انا اشفق عليه لانه ما بين الحبلين، انه لو قد قياده جديده مضطره تبعده 100%، محسوب على النظام السابق. هو يقول لك انا مهني، انا موظف رئيس لجنه مسابقات. ولو تكلم اكيد العيسي بيقطع حقه 300,000 الشهريا تماما. ونوصل للجزئيه المهمه، انه اليوم الثاني تجي لك الاخبار لا خلاص ما فيش ابي مشاركه. وفعلا طيب احنا نشوف هل صنعاء يتعاقد مع النفيعي؟ لا، هذه من الايعاز حقه. الخطط حق حسام السنباني تعاقدوا مع النفيعي، عملوا حركه. لا، صنعاء يوميا يتعاقد مع لاعبين. الوحده يتدربوا قالوا يستعدوا، الوحده طول عمرهم هم يتدربوا. قد امين جمعان هنا يعالج نص الفريق من الاصابات من القرعات التدريبيه. من كمان تعاقدوا مع لاعبين، يوميا هم يخطفوا لاعبين. النظام الآن اللي اكتشف أنه جمعان يتعرض للمؤامرة من الداخل في مكالمة على عادل هاشم أنه يتحدى جمعان ما يشارك، وهذا والجمعية العمومية وإحنا بنقيل جمعان. هذا على مسؤوليتي الكلام. هذا عادل هاشم اللي يقول الملحق والأداة واليد اليمنى القذرة حق جمعان. طيب وإحنا لازم نشارك، إحنا معي كحاجة، إحنا دولة ما فيش دولة. لا، قضية وطنية. وننتقل على طول لموضوع عادل الشجاع. عادل الشجاع صاحبي وانا احترمه كل شيء. انا اعرف، اذكر الله يرحم الكتاب عبد الحليم سالم، شكري، عبد الحميد. الاعلام نسبه كبيره منهم في شويه شعر الجنون وهفه. لما تيجي تسمع الاعلامي قيسوا مع محمد العلقي، قربوا غير كتاباته دائما. كنت كمان عبد الرحمن اخي كتاباته في الصحيفه غير عقليته على الواقع، لانه هو يبيع سلعه اللي هي اعلام. عادل الشجاع كاتب، ولو شعب الى وصل لمرحله فقد جمهوره زي فتحي بالرزق يقرؤوا انه يثير مواضيع مظلوميات، ما عادوش جاري منه غريمه. هم على المؤتمر رافعين يده منه تماما. حسب على احمد علي وعلى قناه اليوم رفعوا منه يده تماما. اتوقف الدخل هذا الكلام على مسؤوليتي. راح مع العيسي اكثر من غريمه. هم على المؤتمر رافعين يده منه تماما. حسب على احمد علي وعلى قناه اليوم رفعوا منه يده تماما. اتوقف الدخل هذا الكلام على مسؤوليتي. راح مع العيسي اكثر من مناسبه، مصور ببيت العيسي كل يوم عن معين عبد الملك، عن معين عبد الملك، من عبد الملك له اخطاء او له فساده، حسن دخل اسرته واولاده على ما سمعنا المبالغ هذيك. لكن يظل دكتور، مش زي هذاك ما عنده شهاده، جاهل وعنده عناد قبلي معاد. هو انت حلفت ما فيش اي فرق بتطبق اللائحه وانت لغيت الهبوط. القصه انه عامل كمان انه الفرق صنعاء، انه بعمل لك انا في صنعاء بطوله مقابل تجيب لي انت المخصص 100 مليون. 100 مليون يعني وين انت حقك الداعم ولا البحار؟ لاعب المنتخب لحد الان ما حد استلم حقهم، حق المواصلات البدل اللي جاءوا فيها السفر المرهق. يقول لك انت احمد الله اكل شرب بفندق 5 نجوم، هذا على حساب السعوديه وحتروح على حساب السعوديه. المهم عادل الشجاع، حين انا وصلت معلومه للمكتب من عبد الملك انه ما فيش داعي لهذا الاعتقال بالطريقه هذه اللي كان، وبعدين رشيد العليمي في انه رسميه. حتعمل من نبض القومي، بدليل انه علي ناصر محمد والميسري قطهم زي اي لاقي سياسي بمصر ما عاد تفرغش. رحت من منصبك ما عاد فيش حاجه اسمه سعاده الوزير الرئيس السابق، لا، موقف حكومي في حاجه اسمه اتفاقيه امنيه تبادل ايش
تسليم القناة، تبادل تسليم اللي عليهم احكام، قد كانوا مجهزوا له ملف معين. راح عادل الشجاع عملوا الحركه هذه، انه العرق القبلي علي ناصر انه بثقله نزل على اساس انه الميسري ما فيش ثقل بمصر، رفضوا وساطه حقه. راح السفير مارام يعمل مذكره، يعني انت كانك ضد رشاد العليمي رئاسه الجمهوريه وضد رئيس الوزراء لما تعمل بدون رجوع لهم. شفنا اليوم الثاني الاقاله، تم اقاله على مسؤوليتي، تم اقاله السفير اليمني في مصر مارام بسبب هذا الموقف. عملتم عادل الشجاع ما تراجعش الحكومه المصريه، انه غششوا المحامي، دفعوا العسكري المصري الجندي او الموظف لما تعطيه له شو اكثر شيء 1000 جنيه، ده $1000 علشان يوصلوا المعلومات. قم بالحركه هذه، لو الرحله مش لاسبانيا الى مصر الى اليمن، اعمل نفسك ميت. وشفنا المناشده حق مرته جاهزه مش من فراغ، تصوير قوي مش تصوير تليفون. كان الخطه واضحه، كاميرا ديجيتال، وكان اللي هي غير التليفون. العمليه انه نقول لاسباب صحيه، والطيار رفض. الطيار نفسه عنده مبلغ كبير وصل الى $7000 عشان يرفض الطلوع. انه طيب اليوم الثاني قلت حق اسبانيا، عادل الشجاع حصان اليوم الثاني متحرك الى اسبانيا، حصان ما فيش اي حاجه. احنا ضد انه احنا نقول ضد تكميم الافواه والصحفي، لا. عادل الشجاع ضيع سمعته بالشخصنه مع العيسي، كل يوم ينتقد معين عبد الملك ملفات العيسي اللي تضرر منها. العيسي راح هولندا وراح شوفوا الاعلام حقه السخيف واللجنه الاعلاميه السخيفه، قالوا راح لزياره عمل شخصيه بحقه وراء البحار. اوكي، ما غطوا. وصلنا الخبر من اللي تصور معه الثقاف، قال احضر عائلته هنا، رتب لهم اللجوء السياسي، باعتبار انه رساله ايقاف عادل الشجاع واعتقاله بتكون هذه له مبدئيا. وشفنا احنا اكبر، وكان اللي هي غير التليفون. العمليه انه نقول لاسباب صحيه، والطيار رفض. الطيار نفسه عنده مبلغ كبير وصل الى $7000 عشان يرفض الطلوع. انه طيب اليوم الثاني قلت حق اسبانيا، عادل الشجاع حصان اليوم الثاني متحرك الى اسبانيا، حصان ما فيش اي حاجه. احنا ضد انه احنا نقول ضد تكميم الافواه والصحفي، لا. عادل الشجاع ضيع سمعته بالشخصنه مع العيسي، كل يوم ينتقد معين عبد الملك ملفات العيسي اللي تضرر منها. العيسي راح هولندا وراح شوفوا الاعلام حقه السخيف واللجنه الاعلاميه السخيفه، قالوا راح لزياره عمل شخصيه بحقه وراء البحار. اوكي، ما غطوا. وصلنا الخبر من اللي تصور معه الثقاف، قال احضر عائلته هنا، رتب لهم اللجوء السياسي، باعتبار انه رساله ايقاف عادل الشجاع واعتقاله بتكون هذه له مبدئيا. وشفنا احنا اكبر رجال اعمال في الدنيا يتم اعتقالهم بلحظه بالمخالفات معينه. النقطه الثانيه، انه اليوم بعد 5 ايام يصوروا مع نادي انه هذا الراجل راح يعمل توأم الاتحاد وحيلعب المنتخب اليمني والمنتخب الفلسطيني في دوله معين في هولندا وتوأمه مع فريق. لا، الكذب على الناس يكفي. وانا اعدكم الان في تغيير وزاري خلال يومين لوزير الشباب، وموقف الوزير الجديد الله يحفظه موقف بيكون مشرف ضد المشاركه، ومش حتستوي مشاركه.